السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تبني صندوق طوارئ وتستفيدي منه كده من غير ديون؟ هفكر معاكي بشكل علمي ومفصل خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على طول ندخل على الفيديو. صندوق الطوارئ اللي أنقذني ازاي؟ ببنيه كده من الصفر واستخدمه صح من غير ما استلف. بمعنى لو غسالتك باظت كده فجأة أو ابنك سخن ولازم دكتور، أو القبض نزل كده واتأخر عليكي أسبوع، هتعملي ايه؟ هتستلفي؟ هتبيعي دهبك؟ هتفتحي الصندوق الطوارئ بتاعك؟ النهاردة هعلمك ازاي تبني صندوق طوارئ حتى لو مرتبك 3000 جنيه بس، وتستخدمي صح ما يرجعكيش لدوامة الديون تاني. الفيديو خطة إنقاذ ليكي ولبيتك، ركزي معايا. بس يعني ايه كده صندوق طوارئ وليه مهم؟ صندوق الطوارئ ده يا جماعة فلوس محجوزة للزنقات بس، مش للفسح، مش لجهاز جديد، مش علشان عزمت صاحبتك فتفتحي صندوق الطوارئ، لا طبعا. بيحميكي من الديون. بدال كده ما تستلفي من حد وانتي منتيش عايزة تستلفي منه وما تعرفيش بعد كده تسديه، فده بيحميكي من الديون. بيريح أعصابك كده، بتنامي وانت عارفة ان في ظهر ليكي. بيديكي حرية، لو شغلك باظ حصل أي ظرف تقدري تقفي على رجلك في وقت بسيط. إنما بقى لو ما عندكيش صندوق طوارئ، في أي مصروف مفاجئ هو طوارئ. عايزين نحسب كده محتاجين كام وازاي نبني صندوق الطوارئ. الخطوة الأولى إن احنا نحسب مصاريفنا الأساسية في الشهر، زي إيجار وأكل وكهرباء وغاز ومواصلات ومدارس وعلاج والحاجات دي كلها. يعني لو المرتب كده 6000 جنيه، فبتطلعي الإيجار والأكل والكهرباء الأقساط اللي عليكي دي كلها. وبعد كده نشوف هنعمل صندوق الطوارئ ازاي. هدف أول 1000 جنيه نخليه معانا للزنقات اللي هي الصغيرة، اللي هو صندوق الطوارئ. الهدف الأساسي كل 3 شهور من مصروفك المفروض إن انت تجمعي 3000 جنيه. في خلال السنة بيكون معاكي حوالي 18000 جنيه. طيب دلوقتي نبني صندوق الطوارئ ده في قد ايه من غير ما يكون ضاغط علينا؟ لو دلوقتي هنحط كل شهر 1000 جنيه، فخلال سنة ونص هيبقى معاكي 18000. لو 500 جنيه يبقى في ال3 سنين معاكي برضو 18000 لو هنحط 500 جنيه. الأهم الاستمرارية مش السرعة. إن احنا كده نستمر، لو هنحط جزء صغير كده في الصندوق أحسن من إننا نبقى متسرعين وما نحطش، وكل فترة كبيرة نحط فيه وفي الآخر نلاقي نفسنا ما جمعناش أي مبلغ. طيب بعد كده طرق بقى علمية بتبني بيها الصندوق من غير حرمان. هنجيب الفلوس دي منين؟ أول حاجة ادفعي لنفسك الأول. ازاي؟ أول ما المرتب ينزل شيلي 10% كده، يعني لو 3000 جنيه هتشيلي 300 جنيه. 300 جنيه دول هنحطهم في صندوق الطوارئ. بعد كده تحدي ال52 أسبوع، وأنا اتكلمت برضو معاكم في الفيديو اللي قبل كده عن ال52 أسبوع، وفكرة حلوة جدا يا جماعة. ان انتي اول اسبوع بتبدأي ب50 جنيه، الاسبوع التاني ب100، والاسبوع التالت ب300، وهكذا لحد لما تلاقي نفسك اتضغطتي، بتبصي برضو تلاقي نفسك جمعتي مبلغ حلو في الاخر. بعد كده ضريبة الكسل. ايه هي بقى ضريبة الكسل؟ هي ان انتي لو طلبتي ديليفري شيلي قد تمنه في الصندوق. يعني دلوقتي لو انت رحت طلبت دليفري ب100 جنيه، فتشيلي قصاد الدليفري اللي انت طلبتيه 100 جنيه. انت لو عملتيه في البيت هتعمليه اكتر، وهيكفي معاكي عدد افراد اكتر، وهيبقى طعمه احسن ومش هيكلف معاكي. فبند الدليفري هيوفر معاكي كتير. اشتريتي حاجة ملهاش لازمة، حطي تمنها في الصندوق، او اعملي لنفسك غرامة ان انتي جبتي حاجة ما انتيش محتاجاها، فبالتالي حطيتي غرامة قصادها في الصندوق. فده برضو هيخليكي بعد كده تشتري بحرص. بعد كده برضو اتكلمنا فيها برضو ان انتي تبيعي الكراكيب بتاعتك باستمرار. حاجة قديمة عندك مش محتاجاها ما تسيبهاش موجودة في البيت، لا بيعيها واستفادي منها. وعودي أولادك كده إن هما في الصيف يروحوا كده يشتغلوا، يحاولوا إن هما يطوروا مهاراتهم. الحاجات دي كلها هتزود برضو معاكي في صندوق الطوارئ، وهيبقى معاكي فلوس أكتر. بعد كده فلوس مش محسوبة. الفلوس اللي مش محسوبة دي فلوس عادية، فلوس رجعت لك تاني، كنت مسلفاها لحد ورجعت لك. الحاجات دي كلها اللي بتكوني مش عاملة حسابها، فلما بتحطيها كده في الصندوق فده برضو بيفرق معاكي ويخلي قيمة الصندوق تكون أكتر. بعد كده بتبقى يوم
صفر مصاريف. اليوم اللي هو صفر المصاريف ده بيكون ازاي؟ ان انت تختاري كده يومين في الاسبوع، حاولي ان انت ما تصرفيش فيهم ولا جنيه، واللي توفريه في اليوم ده حطيه في الصندوق، هيفرق معاكي برضو، وفي اخر برضو السنة هتلاقي معاكي مبلغ حلو. وبعد كده نحاول ان احنا نشوف شغل جانبي، بمعنى ممكن زوجك ان هو يشوف شغل تاني. لو انتي شاطرة في موضوع ان انتي تدي دروس للاولاد وكده، برضو ده هيفرق معاكي برضو، واخر السنة هتلاقي معاكي برضو مبلغ حلو جدا في الصندوق. هتشتري جهاز نفسك فيه، هتشتري اي حاجة، ده كله بيفرق معاكي. بعد كده وفري في الفواتير وقللي الدليفري، الحاجات دي كلها زي ما قلنا بتفرق معانا. ان دلوقتي لو وفرنا في الفواتير، ممكن فاتورة نت كده تكون زيادة معايا، نحاول نقللها برضو. فاتورة الموبايل، الحاجات دي كلها نخلي بالنا منها يا جماعة، ونحاول ان احنا نمشي حياتنا بتدبير، هو ده اللي هيفرق معانا وهيخلينا نعمل فلوس من غير ما نحس. بعد كده نحط بقى الصندوق ده فين، وامتى نستخدمه وامتى لأ. اوعي تحط الصندوق تحت المرتبة، لو حطيتيه تحت المرتبة كده فانت هتصرفي منه كل لما تلاقي نفسك مزنوق. انما لو حطيتيه بقى في حساب توفير منفصل كده، فده استحالة ان انت تروحي تجيبي منه فلوس او كاش باك، او ان انت كده تحطيه في جرامات دهب مستعمل، ده بيحفظ كده قيمة الفلوس من التضخم. طب نستخدمه في ايه؟ نستخدمه بقى في عطل تلاجة، فقدان شغل، تصليح عربية، الحاجات اللي زي دي المهمة دي. ممنوع بقى نستخدمه في ايه؟ ان احنا لو حبينا ان احنا نشتري موبايل جديد، سفر، فرح، الكلام ده كله لا، لان الحاجات دي كلها برضو بتكون رفاهيات. طيب بعد لما نسحب بقى من الفلوس نعمل ايه؟ لازم نرجع الفلوس تاني ونكتب خطة سداد لنفسي 3 شهور. يعني لو خصمت كده من الصندوق 1000 جنيه، لازم ان انا اسد ال1000 جنيه، واعمل برضو خطة لنفسي ان انا ال1000 اسدهم 1100 و1200، ال200 هنا هيكونوا غرامة عليكي. خلاصة الكلام ده كله يا جماعة، ان انت لو بدأتي صغيرة حتى لو ب50 جنيه النهاردة واستمريتي، المبلغ الصغير مع الوقت هيبقى جبل. ودايما كده اتعاملي مع الصندوق ان الفلوس الموجودة فيه مش فلوسك، دي فلوس المستقبل. صندوق الطوارئ يا جماعة مش رفاهية، ده واجب على كل ست بيت ان هي تعمله. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات، هدفك توصلي لكام في الصندوق، وانهي طريقة من الطرق اللي انا قلتها في الفيديو عجبتك. ولو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي في الفيديو والفيديو فادك، اعملي شير كده علشان تنقذي حد من الديون. وان شاء الله يا جماعة انتظروا مني فيديوهات قوية الفترة الجاية. اتمنى تدعموا القناة كده، واللي ليه اي اقتراح او ميزانية يكتب لي تحت كده في الكومنتات، وانا ان شاء الله ارد عليكم، وان شاء الله اعمل لكم ميزانيات وفيديوهات حلوة جدا وجامدة الفترة الجاية. بس يا ريت ندعم القناة علشان تتشاف. ولحد هنا كده يكون الفيديو خلص. اشوفكم بإذن الله في فيديوهات جديدة، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.